لم تكن تتوقع عروسة يمنية أن يتحول بياض فستانها أثناء زفافها إلى زوجها إلى كفن تزف به إلى قبرها، فقد خط القدر موعدا مباغتا ومغايرا لم يكن في الحسبان لتصطدم أحلامها على متن السيارة التي كانت تنقلها وأهلها إلى عريسها، حيث فقد السائق السيطرة على السيارة أثناء محاولة تفادي الاصطدام بقاطرة تسير أمامه، ما أدى إلى انقلابها مرات متتالية كان آخرها فوق حافلة صغيرة. الحادثة أسفرت عن وفاة العروسة ووالدها وعمتها وثلاثة آخرين من أقاربها في منطقة يريم أثناء توجههم إلى محافظة ذمار لإتمام مراسم زفافها، قادمين من مديرية السبرة في إب. فقد حول الحادث المفجع فرحة الزفاف إلى مأساة زادها وجعا استغلال ذئاب بشرية تلك اللحظات الصادمة والصامتة بسرقة ذهب العروسة ومقتنياتها وجناب الضحايا والمبالغ المالية والهواتف الشخصية، بدلا من تقديم المساعدة للضحايا وإسعاف الجرحى. جريمة موجعة ومعيبة في العرف اليمني أثارت موجة غضب شعبية كتصرفات دخيلة على أخلاق اليمنيين الذين كانوا في طليعة الصائنين للعرض والدم والمال. وما هذا السقوط الأخلاقي الذي رواه شهود عيان عندما اقترب أولئك الذين لا يجيدون سوى اقتناص الضعف ليتسللوا بين حطام السيارة غير مبالين بدموع الحزن والفقدان، ولا بأيد ما تزال ممسكة بقطعة من ثوب الفرح المفقود لتسرق آخر خيط من حياة بيت كان مملوءا بالفرح والزغاريد، فجعلت الجرح مفتوحا والبيت منطفئا والثوب ممزقا وكرام الضحايا الحادث غير مصانة. لم تكن الفاجعة في الحادث وحده، فذلك قدر الله، بل في أن يسرق الملهوف وعابر السبيل بعد أن سلم روحه لربه.